هذا أصغر سفير بتاريخ العراق. علي هيثم قاسم المالكي من مواليد 90، يعني عمره شي 35 سنة فقط. شخص بهذا العمر ويصير سفير يعني ضروري يكون عنده CV يشق الحلق، وسنين من العمل والكفاح والسهر. بس لا، الموضوع أسهل من يشبه هواي. فسفيرنا علاوي المدلل اشتغل بالبداية بصيرفة الشمس بمنطقة الكفاح المملوكة لخاله محسن المندلاوي، وبعدها توكل بالله وقال راح أكمل دراستي، وفعلا درس وحصل على شهادته الجامعية بالفراهيدي التابعة لخاله محسن المندلاوي، يعني شهادة بالمحسوبيات والخاطر خواله. وبعد ما تخرج تعين بنفس الجامعة كإداري، يعني تحصيل حاصل بشرف من غير مال خاله. وراها صار موظف بالبرلمان واحزر ويامن أكيد ويا خاله. يا خاله خاله شلون بيا ما دريتي، معلومتي يا خاله ما حكيتي. وهسه بالجديد وفقه الله كلش وصار سفير للعراق بعد ما خاله محسن المندلاوي حط اسمه بقائمة السفراء اللي تم التصويت عليها قبل أيام. وهو لا فهم لا علم لا سياسة لا دبلوماسية ولا حتى يعرف إنجليزي. هاي نتائج قائمة الأساس الانتخابية وشعارها العراق أولا والأساس أنت. وخاله محسن يوعدكم أكيد بالدورة الجاية راح يجيب ولد أخته كلهم ويسويهم وزراء ومسؤولين وتصير الدولة مالتهم. صدق من قال وراء كل رجل عظيم خال.